طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في قناة ذاكر مع بيبو. معاكم المستر أبو سعد. أتمنى تكونوا بخير، أتمنى تكونوا بتذاكروا. كل سنة وانتم طيبين، طبعا بمناسبة رمضان وبمناسبة الصوم الكبير. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب. يا رب يعني استغلوا الأيام دي، استغلوها في حاجات حلوة هتندموا. مش هتكلم كتير. أنا يعني كل واحد يخلي باله من المسؤولية اللي محطوطة عليك. خليك راجل سواء كنت بنت او ولد. يعني ايه، خليك مسؤول ناحية دراستك، ناحية حياتك عامة، عشان ربنا يوفقك بإذن الله. واستغلها في الخير، يعني استغل الأيام دي إنك تجرب من ربنا وتصوم وتحاول تكون إنسان صالح كده. نبدأ بسم الله. الدرس بتاعنا النهاردة هنتكلم عن الدرس الثالث في الوحدة الأولى، اللي هو النشاط التعديني في العالم، مصادر الطاقة والمعادن. طبعا احنا شرحنا الدرسين اللي فاتوا وحلينا عليهم تمرينات. اتمنى تكون يعني متابع معايا. لو انت ما سمعتش الفيديوهات السابقة، هسيب لك قائمة تشغيل في الوصف دي، بتخص تالتة اعدادي، فيها التاريخ وفيها الجغرافيا. عيش براحتك كده. تمام. ما تنساش الاشتراك واللايك. نبدأ في الدرس بتاعنا. النشاط التعديني. يعني ايه نشاط تعديني؟ كلمة سهلة جدا. التعدين المعادن او مصادر الطاقة، احنا بنجيبها منين؟ طبعا بنجيبها من باطن الارض. فبيقول لك النشاط التعديني ده تعريفه بنقصد بيه، هو التعريف الوحيد اللي في الدرس، يعني ان هو عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة. المعادن سواء كان حديد، نحاس، فوسفات، منجنيز، ومصادر الطاقة زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي، دول بنستخرجهم من باطن الأرض أو من القشرة الأرضية، يعني من باطن الأرض أو من القشرة الأرضية. فالنشاط التعديني تعريفه هو ان احنا بنستخرج المعادن دي، المعادن ومصادر الطاقة، من باطن الارض او من القشرة الارضية. تمام. ما يعني ما تشغلش بالك بباطن الارض او القشرة الارضية، هما الاتنين واحد يعني ممكن تكون جوه شوية غويطة لجوه، او ممكن تكون على الوش كده على القشرة الارضية. فالنشاط التعديني عامة هو استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الارض او من قرب سطح الارض. النشاط التعديني ده بيقول لك هنا، اقرا كده معايا. يرتبط النشاط التعديني بوجود الخام، يعني قصده بوجود الماده الخام. مش هيبقى فيه نشاط تعديني غير لازم شرط اساسي وجود الماده الخام اللي هي المعادن والمصادر، والا مش هيبقى فيه نشاط تعديني اصلا. حلو. طب ايه الافضل؟ قال لك الافضل ان المواد الخام دي اللي هي المعادن ومصادر الطاقه تكون موجوده بالقرب من المراكز الصناعيه، يعني بالقرب من المصنع، فما تكلفهمش نقل مواد خام او تكلفهم مساكن وطرق. فلازم تكون المادة الخام قريبة من المراكز الصناعية، يعني قريبة من المصانع، علشان يتم نقلها من المناجم الى المصانع بسهولة. فاهمني؟ فده يعني هو مش شرط اساسي، ولكن شرط كده يعني بيسهل العملية او بيسهل النشاط التعديني، ان يكون المادة الخام قريبة من المراكز الصناعية. ده افضل من ان هي تكون بعيدة. طبعا اي منطقة بيكتشف فيها معادن او مصادر طاقة بتكون اسمها منجم. طب ايه العمليات اللي بتسبق التعدين؟ عشان اعمل نشاط تعديني، ايه العمليات اللي لازم اعملها علشان اهيئ نفس النشاط التعديني؟ عندنا عمليتين. اول حاجة البحث والكشف عن الخامات. يعني لازم اول حاجة اعرف طريق منجم قبل ما اعمل عملية نشاط تعديني. لازم اعرف مكان منجم. اعرفه ازاي؟ عن طريق البحث والكشف عن الخامات، عن المواد الخام، يعني اللي هي المعادن ومصادر الطاقة. تاني حاجة بقى، انا هعد المنجم اللي انا اكتشفته، المكان اللي اكتشفته ده اعمل له اعداد ازاي؟ قال لك عشان تعرف تستخرج منه المعادن ومصادر الطاقة لازم تمد المنجم ده بخطوط الحديدية والطرق. يعني لازم تعمل حديد، طرق حديدية للجطورة اللي هتنقل مع المعادن او مصادر الطاقة، وطرق عشان العربيات تمشي في الطرق دي، وكمان لازم تنشئ مساكن للعاملين. ما هو المنجم ده ممكن يكون بعيد عن المصنع او حتى لو قريب من المصنع. في ناس بتكون جايه من الصعيد تشتغل في المصانع دي وفي المناجم دي، فما ينفعش تروح كل يوم. لازم يلاقي له مسكن او مكان يسكن فيه، يعني شهر شهرين وينزل تاني المكان البلد بتاعته. فلازم تعمل مساكن للعاملين دي.
من المراحل اللي بتسبق عمليه التعدين ذات نفسها. اول حاجه نبحث ونكشف عن الخامات، بعد كده بنعد المنجم للاستخراج والتعدين. عن طريق ايه بنعد المنجم؟ مد الخطوط الحديديه وانشاء مساكن للعاملين. بعد كده بنوصل للمرحله اللي هي الانتاج والنقل والتوزيع والتصدير. فاهمني؟ نخش بقى، احنا هنتكلم عن حاجتين في الدرس دوت: الموارد المعدنيه ومصادر الطاقه. يعني هنتكلم عن المعادن ومصادر الطاقه. المعادن عندنا احنا عارفين على وجه الكره الارضيه، في القشره الارضيه، في العلماء قالوا ان في 2000 معدن. في 2000 ايه معدن. 200 معدن بس، 2000 معدن موجودين في القشره الارضيه، 200 معدن بس هم اللي احنا نعرفهم وبنستخدمهم في المستوى التجاري والصناعي، اللي بيدخلوا في الصناعه يعني. من 2000 معدن احنا بنعرف 200 معدن فقط. بيقول لك هنا معلومه مهمه جدا، ان الدول المتقدمه، احنا عارفين ان في دول متقدمه ودول ناميه. الدول المتقدمه نسبتهم 85، نسبتهم بالظبط هي 15% او 25%. نسبه الدول المتقدمه 25%، يعني ربع العالم دول متقدمه. تمام؟ الربع ده بيستخدم او بيستهلك من المعادن 85. يعني معظم معادن العالم، او خمس سكان العالم اللي هم الناس المتقدمه دول بيستخدموا 85% من المعادن اللي موجوده على القشره الارضيه. ليه؟ طبعا هم بيستخدموا 85%، يعني اعتبر بيستخدموا كل المعادن، بسبب ان هم عندهم مقومات الصناعه. هم اللي بيعرفوا يستخدموا المعادن دول، بيصنعوا منها الحديد والنحاس زي ما نعرف في الدرس. عايزين نعرف بس ان الدول المتقدمه دي بتستهلك 85% من معادن العالم، رغم ان هم كعدد سكان قليلين جدا. بيقول لك خمس سكان العالم، يعني 1/5 من سكان العالم. طب ايه السبب اللي خلاهم بيستهلكوا كده؟ قالك بسبب توافر عندهم الصناعات المختلفه اللي بتقوم عليها المعادن ذات نفسها اللي هم بيستهلكوها. ايه المعادن اللي عندنا في الدرس بتاعنا؟ عندنا الحديد، النحاس، البوكسيت اللي بنصنع منه الالومنيوم، وعندنا المنجنيز، وعندنا الفوسفات، وعندنا اليورانيوم والذهب. اليورانيوم ده اللي بنعمل منه، خلي بالكم، القنابل النوويه او الاشعاع النووي. دي كلها معادن، انواع معادن. انا عايزك تحفظ اسمائهم كده. اهم ثلاثه هو الحديد والنحاس والبوكسيت اللي احنا ناخده في الدرس بتاعنا. ناخد اول حاجه الحديد. ايه اهميه الحديد؟ طبعا الحديد بيدخل في صناعات كتير جدا، زي البناء وزي صناعه السيارات وحاجات كتير جدا. فهو بيدخل في صناعه الحديد والصلب. قول له كده اهميته ان هو يدخل في صناعه الحديد والصلب. يدخل في صناعات عديده طبعا، صناعات كتيره جدا، ومنها صناعه الحديد والصلب. مثال عليها يعني صناعه الحديد والصلب. طبعا الحديد ده بيدخل في الانتاج العالمي في التجاره الدوليه بنسبه 30%، يعني بيتاجروا بيه دوليا بنسبه 30%. الدول الناميه بتصدر الماده الخام الخاصه بالحديد للدول المتقدمه. طب بما تفسر السبب ايه؟ بسبب افتقار الدول الناميه لمقومات الصناعه. هي ما عندهاش مقومات الصناعه، مش بتعرف تصنع الحديد. هي عندها ماده الحديد لكن ما عندهاش الحاجات اللي تساعدها على صناعة الحديد. فمديك مثال هنا، بيقول لك دولة نامية زي موريتانيا بتصدر الحديد لبريطانيا واليابان. طب بما تفسر ليه السبب؟ قال لك بسبب ان هي ما عندهاش مقومات صناعة الحديد، فبتضطر تتصدر المادة الخام اللي عندها الى الدول المتقدمة. تمام؟ طب عندنا اولى الدول في انتاج الحديد الصين، اولى دول العالم، بعد كده استراليا. النحاس، ايه اهميه النحاس؟ بما تفسر اهميه النحاس، طبعا بنعمل من النحاس الاسلاك، الادوات الكهربائيه، زي بقى ايه ادوات كهربائيه عديده جدا، زي الكوبس، حاجات كتير، ادوات كهربائيه كتير جدا، يعني مش لازم ايه نتعمق، الكلام مفهوم. بنعمل من النحاس الاسلاك الكهربائيه والادوات الكهربائيه. اهو النحاس دوت بيدخل اكثر من 18 مليون طن في التجاره الدوليه في الانتاج العالمي، وتعتبر اهم الدول المنتجه له شيلي اولى دول العالم انتاجا له، موجوده في امريكا الجنوبيه. خلي بالكوا شيلي ديت. وبعد كده تاني دولة الصين. ده بالنسبة للنحاس. خلينا نركز بقى في البوكسيت. بالنسبة للبوكسيت، ده معدن اسمه معدن البوكسيت، أو مادة خام اسمها مادة البوكسيت. أو مادة البوكسيت دي بنطلع منها الألمونيوم، أو بنصنع منها الألمونيوم. البوكسيت إيه أهميته؟
أهميته إن هو المادة الخام الخاصة أو الرئيسية لصناعة معدن الألمنيوم، يعني هي المادة الخام لصناعة الألمنيوم. يعني هو مش معدن قائم بذاته، لأ، البوكسيت ده مادة خام بنصنع منه معدن آخر هو الألمنيوم. ايه اولى الدول اللي بتنتج البوكسيت؟ انا ما قلتش الالومنيوم، اللي بتطلع البوكسيت هي استراليا، هي اولى دول العالم انتاجا للبوكسيت. علشان هنعرف ان اولى دول العالم اللي بتنتج الومنيوم غير اولى دول العالم اللي بتنتج بوكسيت، وهنعرف ليه ايه السبب. اهم الدول بقى المنتجه للالومنيوم، هتلاقي الولايات المتحده الامريكيه هي أولى دول العالم إنتاجا للألمنيوم، بعدها كندا، بعد كده أستراليا. طب ليه؟ بما تفسر السبب اللي خلى الولايات المتحدة الأمريكية هي أولى دول العالم إنتاجا للألمنيوم، مع إن أستراليا هي أولى دول العالم إنتاجا للبوكسيت. المفروض ومن الطبيعي ومن المنطقي اللي عندها بوكسيت يبقى عندها ألمنيوم، مش المادة الخام بتاع البوكسيت هي اللي بتصنع الألمنيوم. أنا معاك، ولكن في مقاومات اللي بتحول البوكسيت ده لألمونيوم. فبيقول لك سؤال بما تفسر توطن صناعة الألمونيوم في الدول المتقدمة، السبب ايه؟ قال لك لأن الألمونيوم ده، صناعة الألمونيوم اللي هو تحويل البوكسيت إلى الألمونيوم، بيحتاج مقاومات. قول لي يا عم المقاومات دي. قال لك لازم تكون في طاقة كهربائية، وفرة الطاقة الكهربائية، مش أي طاقة كهربائية، لازم تكون في طاقة كهربائية وفيرة، خبرة علمية وفنية. طبعا ده محتاج خبرة علمية وفنية متطورة ومتعقدة جدا، مش موجودة عند الدول النامية. ده السبب الرئيسي اللي خلى الدول النامية بتصدر البوكسيت للدول المتقدمة عشان يعرفوا يصنعوا ألمنيوم. سوق محلية وخارجية تستوعب الإنتاج. أنا دايما بشرح السوق محلية وخارجية ديت للناس اللي معايا في الدرس، يعني إن سوق محلية وخارجية شبه كده السوبر ماركت اللي فاتح على ناصية، والسوبر ماركت اللي فاتح كده جوه حاره محدش عارفه. السوبر ماركت اللي فاتح على ناصية الناس كلها بتشتري منه فمشهور والناس بتثق فيه. خلف اللي هو محطوط في حاره جوه فمحدش بيشتري منه، محدش بيثق فيه. فلازم يعني كده يعملوا لنفسهم، الدوله اللي بتصنع الالومنيوم تعمل لنفسها سوق تسوق فيه المنتجات بتاعتها سواء محليا او خارجيا. المقاومات دي موجودة عند الدول النامية؟ لا، موجودة عند الدول المتقدمة. موجودة عند الدول ايه؟ المتقدمة. هنلاحظ بقى ان استراليا اولى دول العالم اللي بتنتج بوكسيت، تستورد الالومنيوم من بره، بتشتري الومنيوم من الدول المتقدمة زي الولايات المتحدة الامريكية، عشان هي مش عارفة تصنع الالومنيوم بسبب عدم وجود طاقة كهربائية، خبرة علمية وفنية متطورة، سوق محلية وخارجية تستوعب الانتاج. يعني هنا نعرف ان البوكسيت ده مش شرط اساسي، البوكسيت معدن البوكسيت مش شرط اساسي من شروط صناعة الالومنيوم. يعني ممكن دولة زي الولايات المتحدة الامريكية هي ما عندهاش بوكسيت، يعني مش بتنتج بوكسيت بكميات رهيبة، ولكن هي بتستورده، بتاخد البوكسيت ده بتراب الفلوس من الدول النامية، وهي بتصنعه بتحوله لذهب بقى، بيبقى غالي جدا. قال لك وهذه المقاومات لا توجد في الدول النامية فتقوم بتصديرها للدول المتقدمة زي الولايات المتحدة الأمريكية. الدول النامية بتصدر لها البوكسيت. ده بالنسبة للمعادن اللي عندنا، أظن إن هم سهلين جدا. نخش بقى على مصادر الطاقة. مصادر الطاقة بيتم وصف مصادر الطاقة بإن هي القوى المحركة، يعني زي الموتور كده اللي بيحرك العالم. مصادر الطاقة زي ايه؟ زي الفحم، زي البترول، زي الغاز الطبيعي، وعندنا الطاقة النووية والطاقة الحرارية، طاقة الرياح وطاقة الشمس. الفحم والبترول والغاز الطبيعي دول بيستخرجوا من ايه؟ من باطن الارض، لكن اللي بنعرف نجيبهم من الرياح او من الهواء او من الاشياء الطبيعية زي الطاقة النووية، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، طاقة المد وطاقة الامواج اللي هو المد والجزر. دول مش بنستخرجهم من باطن الارض، اللي من باطن الارض هو الفحم والبترول والغاز الطبيعي. الفحم دي مادة صلبة، البترول سائل، وعارفين الغاز ده عامل زي البخار كده. الفحم ندرس واحد واحد. الفحم بيقول لك أهمية الفحم ده إن كان قديما في القرن ال 18 عماد الثورة الصناعية في أوروبا. كان في ثورة صناعية عظيمة جدا، كل الدول الأوروبية اللي نافخة صدرها علينا دلوقتي وعاملين نفسهم إيه، مفيش زيهم،
دول كان عماد الثوره الصناعيه اللي هم عملوها في القرن ال 18 كان الفحم. الفحم يعني الفحم في الوقت ده في القرن ال 18 كان اهم، ما كانش فيه بترول، كان فيه فحم بس. وفي القرن ال 18 كان هو المصدر الاول للطاقه، يعني لحد القرن العشرين كده كان الفحم ده هو المصدر الاول للطاقه اللي هم بينوروا بيه، بيسخنوا بيه او بيشغلوا بيه الكهرباء، بيدفوا بيه، فكان هو المصدر الاول للطاقه. يبقى عرفنا الفرق ما بين القرن ال 18 والقرن العشرين. بالنسبه لتكوينه بقى، ازاي اتكون الفحم ده مش عليك يعني، بس نجراها برضو للمعلومات. تكون من بقايا أشجار كانت موجودة منذ ملايين السنين، ثم جفت واندمرت تحت التكوينات الصخرية، يعني بقت تحت الأرض، ونتيجة للضغط والحرارة تحولت لمادة كربونية سوداء اللي هو الفحم الحجري. وده فحم غالي جدا. في فحم بقى احنا بنصنعه، بنحرق الشجر وبعد كده بنكب عليه مية وبنحط عليه تراب وبيتحول فحم، بس بيبقى فحم خفيف جدا. لكن الفحم الحجري دوت فحم يعني بيقعد لفترات كبيرة جدا مولع. اهميته ايه الفحم؟ طبعا اهميته ان هو مصدر رئيسي للصناعه في الدول الصناعيه الكبرى، وكمان بنستخدمه خلي بالك في توليد الكهرباء، بيتحط في مكانات بخاريه كده بيشغل بيولد كهرباء، فدي اهميته. ايه القارات اللي بتنتج، اولى القارات اللي بتنتج الفحم؟ جالك الفحم ده ربنا جعله في كل قارات العالم، كل قارات العالم موجود فيها فحم. موجود في اسيا، واهم الدولتين هي الصين والهند. الصين دي اولى دول العالم في انتاج الفحم، بعدها الهند دي رقم 3. هتعرف ان الولايات المتحدة الأمريكية رقم 2، الهند رقم 3 في إنتاج الفحم. فبيقول لك إن قارة آسيا وقارة أوروبا الاتنين مع بعض، آسيا وأوروبا بينتجوا 3/4 الإنتاج العالمي للفحم، يعني 3/4 الإنتاج العالمي للفحم موجود في القارتين دول. وباقي القارات واخدين الربع الثاني. امريكا الشماليه بتاخد المركز الثاني في انتاج الفحم، اللي هي الولايات المتحده الامريكيه. امريكا الشماليه جواها الولايات المتحده الامريكيه، والولايات المتحده الامريكيه دي بتاخد مركز ثاني في انتاج الفحم. ده بالنسبه للفحم. طب بالنسبه للبترول، طبعا عارفين البترول ده اهميته كبيره جدا. ازاي اتكون البترول؟ مش علينا برضو، بس ناخد معلومه. تكون نتيجه تحلل كائنات عضويه كانت بتعيش في البحار زي الديناصورات كده، ثم تجمعت بكميات كبيره وغطتها رواسب الرمال وغرقت والطين، وتحللت بعد كده تحولت لبترول، يعني تحولت كده الى كيماويات في الارض بقت بترول. الاهميه الخاصه بالبترول، البترول اهم مصادر الطاقه. بما تفسر ايه السبب اللي خلى البترول اهم مصدر الطاقه؟ قال لك ان البترول دوت يرتبط اي دوله فيها بترول بيرتبط بالتنميه الاقتصاديه والتنميه الاجتماعيه والعلاقات السياسيه. ازاي؟ انت لو عندك بترول هيبقى عندك فلوس، يبقى كده تنميه اقتصاديه. لو انت عندك فلوس هيبقى عندك مجتمع عاقل وغني، ويعني زي ما يكون كده زي ما احنا بنشوف السعوديه دلوقتي بتعمل ازاي في الدوله بتاعتها وبتعمر ازاي، وبنشوف قطر والكويت. فهنا في حاله اجتماعيه راقيه خلاص. المجتمع بدأ يتعلم، وبدأ بيجي معاه فلوس ياكل افضل المأكولات ويلبس لبس نظيف، يعني خلاص بقت الحاله الاجتماعيه كويسه. فبيرتبط بالتنميه الاقتصاديه والتنميه الاجتماعيه وكمان العلاقات السياسيه. انا لو معايا بترول يبقى ايه، ابقى احط رجل على رجل كده واكلم باقي الدول بمزاجي، ما انا معايا بترول، همنع عنك البترول، هكفر عنك الحنفيه. فهي بتأثر في العلاقات السياسيه. دي اهميه البترول. كمان بيشكل البترول والغاز الطبيعي، بيشكلوا نحو 55، الاتنين مع بعض خلي بالك، البترول والغاز الطبيعي. وهتعرف ان الغاز الطبيعي بيطلع من البترول خلي بالك. هما الاتنين بيشكلوا 55 من الطاقة المستخدمة في العالم، يعني ازيد من نص الطاقة في العالم من البترول. فهو طبعا من اهم مصادر الطاقة من البترول والغاز الطبيعي. وكمان بنستخدم في البترول او بننتج منه العديد من المشتقات بعد بنكرر البترول بندخله في تكريرات زي الفلتر بتاع الميه كده، بيطلع لنا حاجات كتير زي البنزين والسولار ومشتقاته الكتير. فطبعا اهميته كبيره جدا البترول. ايه اولى الدول في انتاج البترول؟ عندك السعوديه هي اولى دول العالم في الانتاج، بتنتج 13% من الانتاج العالمي. السعوديه ربنا يحفظهم. روسيا تاني دولة. الولايات المتحدة الأمريكية تالت دولة. دول أكبر دول العالم في البترول 3. طب السؤال مهم جدا، بيقول لك بما تفسر زيادة الطلب على البترول. الطلب والأسعار
في بتاعت البترول في زياده مستمره. ايه السبب على ذلك؟ بما تفسر اسعار البترول في زياده مستمره؟ قال لك بسبب زياده الطلب على البترول وتعدد استخدامه، ولانه قابل للنفاذ، يعني هيجي له يوم ويخلص. وكمان زياده الطلب على طول شغاله عليه، واللي احنا برضو في استخدامات مختلفه للبترول، مش مجرد بس ان هو ان احنا بنحطه في عربيه، لا، بس خلي بالك بيولدوا منه كهربات وبيصنعوا منه صناعات مختلفه كتيره جدا. النتيجه المترتبه او ايه السبب اللي خلى اسعار البترول غاليه؟ هو طبعا ان في زياده طلب على البترول وتعدد استخداماته وان هو قابل للنفاذ. طب يعني نجلب السؤال. المناهج المترتبة على زيادة الطلب على البترول وتعدد استخدامه وإنه قابل للنفاذ، طبعا ترتب على ذلك زيادة أسعار البترول في زيادة مستمرة. يعني دايما زيادة أسعار البترول مش ثابتة على سعر معين، دايما في زيادة مستمرة. الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي بيتكون ازاي؟ هو عبارة عن غازات موجودة في باطن الأرض دخلت مسام الصخور. داخل مسام الصخور قد توجد بشكل منفصل أو مصاحبة لوجود البترول، وعادة ما تعلوه لخفة وزنه. يعني هو قصده ايه هنا؟ ان الغاز الطبيعي ده بيبقى اعلى البترول. يعني انت لو لقيت غاز طبيعي اعرف ان تحتيه بترول، الاتنين دايما مرتبطين ببعض. الاهميه الخاصه بالغاز الطبيعي، احنا قلنا ان هو بيمثل هما الغاز الطبيعي والبترول 55% من الطاقه في العالم. الغاز وحده بيمثل 25% من الوقود في العالم. كمان مصدر من مصادر الطاقه النظيفه، الغاز الطبيعي نظيف عن البترول بكتير جدا، يبقى هو يعد من مصادر الطاقة النظيفة واللي هو أقل تلوثا للبيئة. في ناس بتقول لك اللي هو لا يلوث البيئة، صح برضه، يبقى هو أقل تلوثا أو لا يلوث البيئة، ورخيص وسهل النقل. فالعالم بدأ يستخدم الغاز الطبيعي بكثرة، فأهميته إن هو نظيف، طاقة نظيفة، لا يلوث البيئة، رخيص، سهل النقل. ترتب على ذلك إيه؟ طبعا توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي. طب بيستخدم في ايه الغاز الطبيعي؟ طبعا بيستخدم في الصناعات على نطاق واسع، في صناعات كتير جدا زي تشغيل المصانع. بيستخدم في الاستخدامات المنزليه، طبعا كل بيت دلوقتي في غاز طبيعي. استخدامات منزليه يعني اللي هو شغالين منه في البيت. توليد الطاقه الكهربائيه، بنولد منه الطاقه الكهربائيه في حالات معينه، بيدخل في آلات معينه بنولد منه الطاقه الكهربائيه. بنستخدمه طبعا وقود للسيارات بدل من البنزين، وده برضه بيحد من التلوث، بيحد من تلوث البيئة. ايه القارات؟ اولى القارات المنتجة للغاز الطبيعي عندنا اوروبا، ودي بتطلع وحديها تلت الانتاج العالمي، ثلث الانتاج العالمي في قارة اوروبا. عندنا الدول اللي بتنتج الغاز الطبيعي جالك موجود بكميات وفيرة جدا في الدول المنتجة للبترول. يعني الدولة اللي بتنتج بترول كتير هتلاقي عندها غاز طبيعي كتير. فأولى دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي الولايات المتحدة الأمريكية. قال لك تذكر تسهم دول الخليج بنحو 47% في التجارة الدولية للبترول والغاز الطبيعي. يعني دول الخليج دول واخدين نص الإنتاج العالمي من الطاقة، يعني ممكن يتحكموا في حياة العالم ده كله. بص بقى معلومة تانية، يستخدم الفحم والبترول والغاز الطبيعي في إنتاج القوى الحرارية، في إنتاج الكهرباء الحرارية. الفحم والبترول والغاز الطبيعي دول طاقة كهرباء حرارية، يعني دول التلاتة بيطلعوا كهرباء، بس كهرباء حرارية محروقة يعني. بعد كده الطاقة النووية. احنا عارفين ان النووي اللي دايما بنسمع عنه ان هو بيدمر البشرية ويلخ لحد آخره يعني. ولكن الطاقة النووية بنستخدمها بعد ساعات. الدول الأوروبية بتستخدم الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، فبنطلع الكهرباء النووية من محطات نووية سلمية. يعني ايه سلمية؟ يعني غير مضرة بالبيئة، أو غير إن هي مش بتنتج لغرض الحرب، لا لا لا، ده بيعملوا الغارات النووية ديت أو المقرات النووية والمحطات النووية لإنتاج الكهرباء. عندنا طبعا هتبقى موجودة في الدول المتقدمة، عشان دي محتاجة خبرة علمية متطورة جدا وكبيرة جدا، ده ممكن يدمر العالم يعني. أولى القارات عندك أوروبا وبعد كده أمريكا الشمالية، دول أكبر قارتين متقدمين يعني وبينتجوا الطاقة النووية. خلي بالك مصر بتفكر في المشروع ده، وقريب جدا هيبقى عندنا مشروع طاقة نووية نطلع منه كهرباء، مش نصنع قنبلة نووية، لا، منتوج يعني محطات نووية سلمية بنطلع منها كهرباء بس.
ده بالنسبه للطاقه النوويه. بالنسبه لطاقه الرياح، عارفينها، خلي بالكم طاقه الرياح معروفه جدا، موجوده في الدول المتقدمه زي فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحده الامريكيه. وفي 5 دول عربيه بيطلعوا طاقه كهرباء من الرياح. الليزر زي في الرسمه اللي قدامك دي، الكلام سهل جدا. 5 دول عربيه، اولهم مصر، بعد كده المغرب، مش عايزين نعرف الباقي. دول خاصين بطاقه الرياح. طاقه الامواج وحركه المد والجزر، يعني اظن ان الدول المتقدمه بتفهم في الموضوع ده وليها معدات، زي بريطانيا، فرنسا، اليابان. طبعا هتلاقي ان فرنسا وبريطانيا تقرروا في طاقة الرياح وفي طاقة الامواج وحركة المد والجزر. تستخدم الامواج وحركة المد والجزر والشلالات والسدود طبعا في توليد الطاقة الكهرومائية، اسمها الطاقة الكهرومائية. الطاقة الشمسية احنا كلنا عارفينها، عبارة عن خلايا شمسية كده بتفضل محطوطة في أماكن مكشوفة تمتص أشعة الشمس وبتولد عندنا طاقة كهربائية، طاقة شمسية. ودي طبعا موجودة في مصر بكميات رهيبة جدا، ومصر بتستخدمها في المنازل، بس هي غالية شوية. يعني الطاقة الخيالية اللي بتمتص الشمس ديت غالية شوية، تمام، ولكنها طاقة نظيفة جدا، خلي بالكم. ده بالنسبة للدرس بتاعنا، الحمد لله خلصناه. اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو استفدت معلومة صغيرة كده ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك، ودعوة حلوة كده من قلبك كده. ماشي، مع السلامة.